المسرح ببغداد أنه يبقى لفترة طويلة خارج البيت، حيث يتواصل على المسرح الوطني ولساعات متأخرة من الليل عرض مسرحية انترنت من بطولة ماجد ياسين، دالي، حيدر منعثر، محمد حسين عبد الرحيم وقاسم السيد. المسرحية تناقش موضوع الربيع العربي وما يجري ببغداد كل جمعة بساحة التحرير من تظاهرات ومطالبات. المسرحية الكوميدية نالت إعجاب الجمهور البغدادي. التفاصيل بهذا التقرير. رجل ملعون بعدك صيف تكون من عائلة ومن بيوت، ملعون يا معلمة تشرب سيجارة بسكوت، ملعون يا معلمة تشرب سيجارة ليه؟ نكتب لك يا شنو بتدورك وانت حلو، مصاريها للتحرير يشرب سيجارة يموت، بعدك صيف تكون من عائلة ومن بيوت، ملعون يا معلمة تشرب. صحيح أنا اليوم لأول مرة بعد 17 سنة أحكي جمهوري وأنا بالعراق، أقول لهم عراقنا بخير وأقول لهم تحياتي لكم ومشتاقة لكم هواية. أنا اليوم على خشبة المسرح الوطني بالتحديد، هذا المسرح العملاق اللي أنا فرحانة بتواجدي به. طبعا إلي الشرف أنه أنا أول تجربة بمسرحية جادة أنه أكون على هاي الخشبة. سؤالي حول أول تجربة، أول مرة تظهر أو تشاركين في عمل مسرحي، يعني كيف هاي التجربة الجديدة؟ مثلت دراما، كليبات كانت بها قصص جميلة جدا، الآن تجربة جديدة بالمسرح. شنو انطباعات داليا، شنو تعليق داليا على هاي التجربة الجديدة؟ والله بصراحة أقول لك شغلة، أنا خايفة لا أترك الغناء يعني يكون اتجاهي للتمثيل والمسرح. المسرح كلش حلو، كلش يعني يخلي الفنان يحس انه هو يعني يقوي من شخصية الفنان، يخليه صدق يعني يحب شيء اسمه مسرح. يعني المسرح لان تدري دايركت ويا الناس تفاعلك وياهم، فهالشيء يعني كلش مفرحني، واعتقد الناس حابيني كلش هواية. 100,000 قناة الشرقية اللي زارتنا في مسرحية تربية من تأليف المبدع المتألق حسين النجار، ومشاركة المتألق حيدر منعثر، والمخرج ايضا حيدر منعثر، نخبة من فناني المسرح العراقي والتلفزيون، بدءا من الاستاذ محمد حسين عبد الرحيم، قاسم السيد، احمد الطيب، رزاق احمد، ماجد ياسين، والمتألق المطربة النجمة العربية العراقية دالي. وطبعا راح تفاجئون بدالي انه فعلا هي متألقة، وسبق اشتغلت بالسامبا بالمسلسل، واكثر الاعمال اللي اشتغلتها يعني يمكن بالقناة. استاذ ماجد انا بس مرة اخذ من وقتك، واعرف بك انت الان تحضر للعرض المسرحي. دائما استاذ ماجد بكل عرض او كل عمل فني بي جديد، شنو الجديد مالتك بأن تربية؟ الهدوم جديدة، شنو جديد؟ لا واكيد يعني القصه والشخصيه تختلف عن كثير من الاعمال اللي انا اشتغلتها. هنا الشخصيه تختلف عن الشخصيات اللي اشتغلتها. القصه هي عباره عن عائله عراقيه، اسم المسرحيه ان تربيه. المهم ما اريد افسد متعه المشاهد للمتلقي العراقي من خلال قناتكم، قناه الشرقيه اللي عزيزه على كل العراقيين. طبعا ويا انا اتمنى انه تجون لغرفتي على مود رايكم الصور والذكريات اللي حلوه، الصور القديمه اللي احنا نصورها وراح اشوفها. فانت شوف هناك يعني بديت الخبر راح تلقى قاسم السيد ومحمد حسين عبد الرحيم وحيدر منعثر. وشكرا لكم لزيارتنا. شكرا استاذ. هلا شكرا. هاي الريده باكر تحب غيري انا حبك تسكت انا رسالة باكر تحب غيري انا حبك تسكت انا رسالة حبيت وحدة مقطعة سنون ماكم شلاعة، حبيت وحدة مقطعة سنون ماكم شلاعة، وانا اعور وما اشوف ايه والعبع ايش ما تحط على الوجه، ايش ما تحط على الوجه. الله يسلمك. وش
اشتياق الجمهور هو اللي دفعني انه اعمل في هذه المسرحيه، مسرحيه التربيه اللي تعرض على المسرح الوطني. حقيقه سعادتي كانت اكبر من وقوفي على خشبه المسرح عندما شاهدت القاعه ممتلئه بالجمهور، وعندما شاهدت ان الناس فرحون، وعندما شاهدت ان الناس تعود الى بيوتهم الساعه 12 ليلا. هذا شيء مفرح جدا. بما انه انت ركزت على العوائل العراقيه التي تحضر المسرحيه، شلون شفت التعاطي بينكم انتم كممثلين على خشبه المسرح وبين العوائل اللي جالسه تتمتع بهذا العرض المسرحي؟ يعني هو المسرحيه اكيد بها مواقف كوميديه كثيره وبها مواقف جاده ايضا. هذه المواقف الجادة تعني الكثير للوطن وتعني الكثير للمواطن. بداية القول أهلا وسهلا بكم وشرفتونا بهاي الجية. مثل ما تشوفون احنا حاليا نعرض مسرحية أن تربيت على المسرح الوطني، وتشوفون ما شاء الله يعني أعداد الجمهور اللي يجي، وإحنا حقيقة فرحانين لحضور الجمهور حتى نكسر حاجز الخوف والهادي. المسألة الثانية أنه مسرحية أن تربيت من تأليف حسين النجار وحيدر النعثر واخراج استاذ حيدر النعثر. شاركنا بطولة هذه المسرحية الاستاذ ماجد ياسين، الفنان الكبير القدير محمد سي عبد الرحيم، والفنانة دالي ورزاق احمد واحمد الطيب انت ذكرت لي اعداد العوائل والمواطنين الحاضرين. الحمد لله. هذا الشيء يبعث لك وانت بدأت على خشبه المسرح، شنو اللي يعطيك الدافع؟ يعني حقيقة مثل ما احنا يعني فرحين كون انهم ممثلين احنا امام جمهورنا المتلقي بهاي الاعداد، ايضا فضائيتنا الشرقية فرحانة بحضور جمهورها المسرح وعودة الحياة الطبيعية لبلدنا. بكل تأكيد واحدة من مظاهر المدنية والحضارة والثقافة هو المسرح، وعليه أنا سلاحي هو المسرح، لا أملك سلاح آخر. أنا لا أملك منبر خطابي ولا أملك جهة معينة ممكن أن أنطلق منها. أنا أنطلق من خارطتي وطني الذي هو خشبة المسرح، ولذلك مصر على أنه المسرح يعاد إلى بغداد كجزء مهم من المدنية البغدادية. ما هي رسالة أو محتوى الرسالة الموجودة داخل مسرحية أن تربيت التي أردت أن تطلقها إلى المتلقي العراقي؟ أردت أن أقول أستعير جملة من المسرحية هي ثيمة وهي محتوى المسرحية كلها. هذا البيت دخله الأغراب لأننا شرعنا أبوابنا. إذا أردتوا أن تحافظون على البيت مثل الوطن، ربوا أولادكم بيه صح حتى ما حد يدخل لكم وحتى ما يخترق بيتكم. وين الرياليين؟ وين البرشلونيين؟ يا برحنا لك موت ظهرك. يلا هذا بس شيء بسيط، كلمة بسيطة يعني يقولها أحسن لاعب بالعالم. منهم؟ خرب والكهرب بعيونه، والكهرب بعيونه، خطية ميسي يقول رونالدو من بارك له على الدعاية مع الشامبو مالته لما لعبت خسروا. تدري ايش فيه؟ لا ماشي بس ميسي